انا احمد هلال من ابطال الحرب في بورسعيد، وعملت عمليات كبيره وخطف الضابط مرهاوس وحرق طيارات في مطار الجميل، ومقاومه على الساحل، ومقاومه في في الجميل. وبعد كده قدمنا طلبات عشان ناخد مدفن وبالفلوس، يعني مش عاوز حد يدفع لي من جيبه، انا عاوز ادفع عني المدفن. لغايه دلوقتي مش عارف اخد مدفن، لان انا اصلا من مواليد اسكندريه وملناش مدفن هنا. اتمنى من محافظ صعيدي يسمعني او يشوفني او اي حاجه من دي، انه ويسمح لي بان انا اخد مدفن زي الناس الاغراب اللي جت من بره. بالنسبه لابطال الدوله، يعني انا هتكلم عن ابطال بورسعيد. بورسعيد ما خدوش حقهم، ولا حد سأل عنهم ولا حاجة أبدا، ولا في أي اهتمام بيهم. المعركة اللي قال فيها عبد الناصر، عبد الناصر قال إن بورسعيد فادت مصر، لا بل فادت العالم العربي كله بأجمعه بورسعيد. وبعدين النهارده مفيش حد سأل عن كل أبطال بورسعيد ولا حاجة أبدا، ولا أبدا يعني. ده انا حتى مش، انا قلت لك ان انا من اسكندريه، انا بقى طلبت من عده محافظين مدفن، مش عارف اخد مدفن، وعلى الرغم من ان انا هدفع حق ثمنه انا، يعني لو ثمنه 5 هدفع 10، بس مش عارف اخد.